خدمتهم معالي الوزير محسن النعماني. معالي الوزير محسن النعماني ضيف شرف هذا اللقاء، ومعالي الوزراء والسادة النواب والجمع الكريم الذي شرفنا اليوم. كما أتقدم بخالص التحية والتقدير للمهندس عمار مندور رئيس مجلس مدينة بدر، والسيد بهاء العدلي رئيس مجلس الأمناء والجهات الأمنية ورؤساء الأحزاب وجميع المخلصون الذين يحرصون على تنمية مدينة بدر العزيزة علينا جميعا. تحتفل محافظة سوهاج بذكرى تاريخ مشرف لأبناء صعيد مصر الذي أرغم وكسر أنف المحتل وفشل في غزو الصعيد، ونطوف من سوهاج لنعرف مجريات أحداث 10 أبريل الذي حدثت فيه أكبر المعارك التي خاضها أبناء الإقليم، فهي معركة جهينة في 10 أبريل سنة 1799، وهي المعركة التي أرغمت الاحتلال الفرنسي على الرحيل، حيث كان القتال فيها شديدا حتى إن الروسية على الرحيل منها. لذلك اختير هذا اليوم ليكون عيدا قوميا تحتفل به المحافظة في كل عام. وتعتبر سوهاج من البلاد القديمة ذات التاريخ العريق، حيث يرجع تاريخها إلى الملك مينا موحد القطرين، وحيث حكم مصر من هذه المنطقة، وكانت عاصمة مصر في عهد ملوك الأسرة الأولى والثانية. وتوجد آثار بالقرب من مركز البليانة تدل على وجود المدينة المقدسة أبادوس مركز الحج في عهد الفراعنة، كما يوجد بها معبد سيتي الأول الذي اكتشف عام 1859، ومنقوش عليه في لوحة كل اسماء ملوك مصر منذ مينا حتى سيتي الأول، كما عثر على كتاب الموتى وهو أشهر كتاب ديني عن الفراعنة في نفس المنطقة. لذلك من حقنا أن نفرح ونحن نحتفل بالعيد القومي لبلدنا، لكن هل من حقنا أن نقف عند حدود الفرح بينما الوطن كله وفي القلب منه سوهاج العزيزة يمر بلحظة تاريخية جارحة تلاحقه الاقتصادية وتهدد المؤامرات السياسية واحدة تلو الأخرى، والتي تسعى إلى زرع اليأس والإحباط في نفوسنا، ليفقد المصريون الثقة في كل شيء حتى المستقبل. في وقت اليأس فيه خيانة، في وقت اليأس فيه خيانة، والتقاصع عن دعم الوطن والوقوف خلفه خطيئة. لذا أدعو الله أن يحفظ مصر من كل مكروه. وفي ختام كلمتي أشكر حضراتكم على تشريفكم لنا، وأشكر الأخوة في رابطة سوهاج الأم وفي مدينة بدر، وأؤكد على أن هذا المحفل الكريم شرف بتشريفكم لنا. والسلام عليكم ورحمة الله